عاجل: اندلاع حريق صباح اليوم بأحد المدن المغربية. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب حتى تتوصلوا بكل الأخبار الحصرية المغربية. اندلع حريق مساء الاثنين في واحة النخيل بإقليم طاطا، ما أدى إلى تضرر وإتلاف هكتارات من الأراضي المزروعة بالأشجار. واندلع الحريق في واحة أكادير الهنا، فيما قالت القناة الثانية الحكومية الثلاثاء إن الرياح القوية ساهمت في امتداد النيران إلى مساحات واسعة. وسبق ونشر ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحرائق التي اشتعلت في هذه الواحة في وقت متأخر من ليلة الاثنين. وفي الآونة الأخيرة تعرض بعض واحات النخيل بالمغرب لحرائق جراء تغيير المناخ، مع حداد مختصين بيئيين للدعوة إلى تفعيل النشاط الفلاحي والسكاني لتفادي آثار المحمرة للجفاف على الواحات التي تبلغ نحو 15% من مساحة البلاد وفق تقديرات غير رسمية. ووفق تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات، فإن الواحات تغطي 15% من مجموع مساحة البلاد، ويقدر عدد سكانها بنواحي 2 مليون نسمة، أي ما يعادل 5% من مجموع سكان البلاد.